السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب يكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس علشان لما انزل اي فيديو جديد تاني يوصلكم اشعار على طول. ويلا بينا عشان نبدا الفيديو. الفيديو النهارده مختلف شويه. النهارده هكلمكم عن ليه في ناس كتير قوي مثلا ما بتحبش الانجليزي. تعالوا يعني محدش سال مره من نفس السؤال ده. تعالوا بجد فعلا النهارده في الفيديو نشوف ليه في ناس كتير فعلا مش بتحب ماده الانجليش بالذات، يعني بالتحديد ماده الانجليش، وايه الحلول او ايه الطرق اللي انا اقدر اساعدكم بيها تخليكم تحبوا الانجليزي من بعد الفيديو ده. تمام؟ فلازم تكونوا عاملين لايك للفيديو. اول حاجه مبدئيا كده علشان انا ادور على طرق ازاي تخليني احب الماده الفلانيه ايا كان. يعني انا النهارده هتكلم عن انجليزي، بس برضه نفترض يعني قيس على اي ماده عادي. تمام؟ بس النهارده هنتكلم عن انجليش عشان فعلا في ناس كتير قوي ما بتحبش الانجليزي. طب ايه سبب؟ قبل ما اشوف على السبب انا اشوف الاول انا ليه ما بحبش الانجليزي. ليه انا قافله من الماده كده وسادة نفسي، يعني عاملين حاجز كده ما بينكم وبين الانجليش، وكل ما اسمع انجليزي ياه انجليزي. فليه؟ تمام؟ فلازم نشوف اول الاسباب اللي مخلاني انا كارهه الماده او مش حابه الماده او مش حابه اذاكرها. بس عايزه اقول حاجه، ان علاقتك او بحبك او كرهك للماده ملهاش علاقه خالص بنجاحك او فشلك فيها. ياما ناس كتير مش بتحب الانجليش ولا بتطيقها بس شاطره فيها، يعني بتذاكرها. اصل هي ماده همتحن عليها اخر السنه، فمفيش حاجه اسمها اللي ما بحبوش ما ذاكرهوش واللي بحبه اذاكره واقعد عليه طول السنه. طبعا لا. الماده اللي بتحبها او ما بتحبهاش كده كده انت في ثانيه ثانوي هتذاكرها كده كده، لان هي ماده وعليك في المجموع وداخله ضمن المجموع وممكن تفرقك من كليه لكليه تانية. خلي بالكم، فهترجعوا في الاخر تندموا. فليه؟ لا، انا الماده اذاكرها عادي هي كده كده عليا. بس ايه المانع ان لما انا يعني انا مش بحبها، ايه المانع لما انا ادور على طرق واشوف انا فعلا ليه مش بحبها وفعلا ادور على طرق وتخليني احبها؟ يعني ايه المانع؟ بالعكس، ده هتخليني اذاكرها اكتر وهذاكرها كمان بحب وهبدع فيها وانا بذاكرها، مش همل منها. فاهمين؟ بالذات ده لو كانت ماده الانجليش دي بعد كده مثلا بعد كده قدام في الكليه او في شغلكم بعد كده هتبقوا تخصصكم. يعني في كليات كتير قوي يعني الدراسه اصلا فيها بالانجليش. فاهمين؟ فلا نحل الموضوع من دلوقتي. طيب انا اشوف بقى ايه الاسباب اللي تخليني اكره الانجليزي. عندي كذا سبب. اول سبب تعالوا مثلا نتوقع ممكن يكون المدرس. اول سبب على طول، انت مش بتحب الماده الفلانيه، شوف مدرسك. هل مدرسك هو اللي عامل لك عقده نفسيه وعقده ماديه؟ كل حاجه. لو هو المدرس فعلا اللي مخليك كاره الماده او مش بتحب الماده، يبقى على طول ايه الحل؟ يعني تتوقعوا ايه الحل؟ ان انتوا تسيبوها على طول، ان انتوا تسيبوها على طول بجد وتغيروا وتشوفوا مدرس تاني. ليه اكون مع مستر او مع مدرس بيكرهني في الماده، بيحطمني دايما او بيحبطني؟ مش يعني مش بيحببني في الماده. طب ليه؟ لا، ادور على مدرس تاني يكون بيشجعني ويكون بيحببني في الماده دي. عايز اقول لكم والله ممكن تبقوا انتوا حابين الماده بس مدرس يكرهكم فيها او يحببكم فيها والعكس. فعشان كده بقول اول سبب على طول شوفوا المدرس بتاعك في الانجليش. بس قبل ما تدور على مدرس ان يكون يشجعك او يحبطك، لازم شرط اساسي لازم يكون المدرس شاطر في الماده. تمام؟ ما انا مش مهم عندي بيشجع او بيحبط، بس طبعا يعني لو انت اساسا بتكره الانجليزي ويعني قافل منها، فطبعا تحاول برضو تشوف مدرس بيكون بيشجعك فيها او بيحببك في الماده. تمام؟ اول حاجه لازم تشوف المدرس بتاعك. تاني سبب من الاسباب اللي ممكن تخليك تكرهك في ماده الانجليزي او ايا كان ماده زي ما قلنا، بس انا دلوقتي بتكلم عن الانجليزي، ممكن ان انت مش عارف تذاكرها ازاي. يعني انت مش عارف الطريقه الصح لمذاكره الانجليش، مش عارف تذاكرها صح. انت المفروض كل ماده والتانيه ليها طريقه مذاكره معينه. يعني انا اكيد مش هذاكر الاحياء زي الفيزياء بالظبط، زي العربي بالظبط، زي الانجليزي. فكل ماده ليها طريقه معينه. تمام؟ فعشان اذاكر الماده واجيب فيها درجات كويسه لازم اكون بذاكرها بطريقه صح. تمام؟ مش شرط الطريقه اللي تنفع غيري، بس المهم انها تنفعني وماشيه معايا. ماشي؟ هو مفيش طريقه معينه ثابته، كل واحد ليه طريقته. زي ما مثلا ما بيجي يقولوا كل شيخ وطريقته. فاهمين؟ فكل واحد وليه طريقه معينه، بس المهم انت تشوف الطريقه اللي ترتاح معاك وامشي بيها. واهم من كده انها تكون جايبه نتيجه معاك انت، مش مهم جايبه نتيجه مع غيرك. فاهمين؟ وعشان الحل النقطه دي زي ما قلت لكم، حل النقطه الاولى ادور على مدرس. حل النقطه الثانيه اني اشوف طريقه صح. انا مش عارفه اذاكر، مش عارفه الطريقه الصح لمذاكره الانجليزي، ادور على طريقه صح للانجليزي. عندكم اليوتيوب مليان طرق كتير، وانتوا مفترض ان انتوا اكيد جربتوا في اولى وفي تانية وعرفتوا ازاي بحفظ الكلمات، عرفتوا ازاي بحل الجرامر، ازاي بذاكر اصلا الجرامر. الساعة اساسا اللي بقعد اذاكر فيها الانجليزي مثلا بتتعامل ازاي. يعني انا بقعد يعني مذاكرة الفعلية فعلا بعمل فيها ايه. فاهمين؟ فاكيد انتوا اكيد جربتوا وشفتوا. ولو مش عارفين وعايزين طريقة مذاكرة الانجليزي فاكتبوا لي في الكومنتات وانا بعمل لكم فيديوهات تانية عادي، مفيش مشكلة. فدي بالنسبة للنقطة التانية. تمام؟ النقطة التالتة اللي ممكن تخليني برضو كارهة الانجليزي هي
ممكن مثلا اني بغلط فيها كتير، ما هو انا عماله اغلط فيها فطبيعي هقفل من الماده ومش هحبها ومش هبقى عايزه اذاكرها. طب ايه سبب غلطاتي؟ اقعد برضو كده، انا دلوقتي في اجازه فانا اقعد احلل الموضوع كده من اوله لاخره. انا مثلا بغلط في الانجليزي كتير فاشوف ايه سبب غلطاتي في الانجليش. هل انا بغلط عشان انا مش عارفه القاعده دي، ولا بغلط عشان بغلط في الاساسيات مش متاسسه كويس؟ لو كده يبقى اتاسس. لو بغلط عشان مش عارفه القاعده يبقى اعرفها. مثلا لو بغلط علشان ما خدتش بالي، لا يبقى اخد بالي. مشكله وليها حل، فالحل ان انا ادور عن حل المشكله دي، ما اقعدش اسيب الموضوع كده يعني مفتوح كده، وان انا اسيب المشكله واقعد وتكبر مني اكتر واكتر. خلي بالكوا الانجليزي ماده تراكميه، فاللي انت لو سبت مشكله دلوقتي فهتكبر منك، هتفضل تكبر عمرها ابدا ما هتتحل لوحدها. فلازم تقعد لها قاعده كده وتفكر وتشوف انا ايه مشكلتي في الانجليزي فعلا. تمام. فلو بغلط فيها كتير احاول اقلل من غلطاتي واشوف ايه سبب اخطائي واقللها. تمام. رابع سبب ممكن يكون اهمالي للماده، انا نفسي العيب مني، انا المشكله في الماده، انا اللي عامله مشكله معاها، انا اللي مهمله الماده ما بذاكرهاش كتير. ده طبيعي جدا، يعني طبيعي ان لما انا اهمل الماده اكرهها. طب ده طبيعي. انا مثلا ببقى قاعده اسبوعين شهر مثلا ما بذاكرش الماده الفلانيه مثلا يعني، فالماده دي طبيعي انا هنساها، والجديد مش مذاكراه ومش مستحضراها كده، مش فاكراها اول باول، ولا حتى لو همتحن مفاجئ ناسيه كله. فطبيعي لما انا اجي اذاكرها اكرهها او اكره الماده نفسها، حتى لو انت كنت بتحبها قبل كده برضو. تمام. فليه اهمل الماده؟ فالمشكله بقى دي وقتها تكون فيكم انتوا اللي مهملين الماده، فعشان كده انتوا اللي كرهتوها، انتوا اللي كرهتوها. لا، ما تهملوش الماده، حاولوا دايما تعملوا بالانس وتوازن ما بين المواد. مش معنى انا بحب الماده دي قوي يبقى اذاكرها اكتر، ملهاش علاقه خالص. عايز اقول لكم ملهاش علاقه حبكم او كرهكم، اركنوا المشاعر دي. لا، المواد كلها سواسيه. انا داخله الامتحان، داخله سوري السنه يعني، عامل المواد كلها معامله واحده، عامل مواد سواسيه. ما تجيش على ماده حساب ماده، ما تجيش تقول انا الماده دي شاطر فيها جدا فاركنها، والماده دي ضعيف فيها شويه فاشد فيها. افرض الماده اللي انت شاطر دي يعني صدمتك في الاخر وده فعلا اللي بيحصل. طب ليه ما انا اذاكر الماده برضو دي وما اهملهاش؟ لان لو شاطر فيها واهملتها انا هنساها، ممكن اضيع فيها، ممكن الماده اللي ضامنها دي اصلا تقلب معايا بالعكس، فاهمين؟ لان اهملتها طبيعي. فلا، الماده اللي بحبها او ما بحبهاش، بكرهها او ما بكرهاش، كله هيذاكر زي بعضه. تمام. فاعمل جدول كده، او هو 5 مواد يعني مش محتاجه جدول، فابقى فاكر المواد وما انساش ماده، واقسم يومي او اقسم الاسبوع على المواد، والمواد كلها تتذاكر زي بعضها، مش عشان ماده ما بحبهاش يبقى ما ذاكرهاش، لا. خامس سبب والاخير هو ان انا ممكن اكون مش متاسسه في الماده دي، يعني زي الانجليزي مثلا. اغلب الناس اللي كلها بتكره الانجليزي عشان هي مش متاسسه فيها، يعني طبيعي مفيش حد هيكون بيكرهها من فراغ كده. فاكيد الناس اللي بتكره الانجليزي عشان هم مش متاسسين فيها. طب ايه الحل؟ اقعد كده ساكته؟ طبيعي لا. الحل اني دلوقتي اقعد افصص الماده كده. الماده مثلا الانجليزي بتتكون من كلمات وجرامر وقطعه وترجمه وإيساي. تمام. فكله حرفيا كله مبني على الكلمات. يعني انت لو عندك مشكله في الانجليزي فعندك مشكله في نقص الكلمات، مش بتحفظ كلمات كتير. حتى كلمات المنهج كافيه اصلا، يعني كلمات اولى وتانية ثانوي كافيه بجد والله، يعني مش محتاج انك تحفظ من بره. بس لو انت عايز تزود زود عادي. تمام. طبعا يعني يفضل طبعا ان نزود، بس لو انت اساسا مش حافظ من جوه الكتاب تحفظ من بره ازاي وانت مش حافظ اللي جوه؟ فاهمين؟ فطبعا الاولويه اللي جوه الكلمات، الكلمات اللي جوه الكتاب قصدي يعني. ماشي. فطبعا لازم نحفظ الكلمات اللي جوه الكتاب، ولو انا مش حافظاها كنت مهمله في اولى وفي تانية، ابدا دلوقتي في الاجازه لسه في وقت ابدا اقعد احفظ في الكلمات على قد ما اقدر بقى. عايزه اقول اصلا اغلب مشكلتك في الانجليش هي هتكون 100% كلمات. تمام. او يعني مش 100% عشان برضو في جرامر، قولوا 90%. بس حرفيا فعلا بجد لو انت عندك مشكله في الانجليزي فاعرف ان اول حاجه الكلمات. ليه؟ لان الكلمات انت لو ذاكرت كلمات وحفظت كلمات كويس هتعرف تحل الشوز الاخطر العادي اللي على كلمات المنهج بتاعتك، وهتعرف كمان تحل نص الجرامر. يعني مش هقول الجرامر كله، بس هتعرف تفهم الجمله اساسا بتتكلم بتقول ايه معنى الجمله، ايه معنى الافعال اللي موجوده في الجمله. فاهمين؟ بس طبعا مش هتعرف تحل الجرامر كله لان مبني على قاعده. تمام. انا دلوقتي بتكلم على الكلمات بس. وكمان هتعرف تحل الإيساي، هتعرف تكتب إيساي لان انت عندك حصيله لغويه كويسه وبتحفظ كلمات كتير. طبعا مش قوي الا لو تعرف تكون جمله. يعني لو انت عارف تكون الجمله صح في الإيساي برضو هتعرف كده تكتب إيساي ممتاز يعني 100%.
تمام. كمان هتعرف تفهم القطعة، ومش هقول تفهمها 100%، بس على الأقل هتكون فاهم هو بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن الموضوع ده ولا الموضوع ده، ولا فاهمين، هتبقوا فاهمين هو بيتكلم عن موضوع ايه عامة، وهتبقوا برضو فاهمين الاختيارات بتقول ايه، يعني هتبقوا فاهمين معنى الكلمات. مش مطلوب مننا اساسا اننا نعرف كلمة كلمة في القطعة بتقول ايه. اصلا الكلمات اللي انت مش عارفها خمنه، دايما تخمنوا وانتوا في القطعة، بتخمنوا المعاني الكلمات اللي انتوا مش عارفينها. فمش مطلوب منكم ان انتوا تعرفوا كلمة كلمة يعني، بس لازم تكونوا فاهمين القطعة او المضمون بتاعها بيقول ايه. تمام. فمشكله، شايفين يعني انتوا لو حليتوا مشكله الكلمات هتعرفوا تحلوا اختر الكلمات، الاختر العادي، نص الجرامر، نص الايساي او الايساي كله. تمام. نفترض ان انت عارف تتكون جمله عادي، ماشي، والقطعه برضو، والترجمه برضو هتعرف تحلها جدا، يعني انت حافظ كلمات. فتقريبا المشكله الانجليزي كله اتحلت لما انت حفظت كلمات، صح؟ فايه مشكله، ايه الحل بقى دلوقتي؟ ما اقعدش بقى انا قاعده، انا دلوقتي مثلا ضايعه في الانجليزي، مش متاسسه، يا لهوي الحقوني مش متاسسه في الانجليزي، حد يساعدني، واقعد بقى اصيح في الجروبات. ده اللي بيحصل بجد فعلا. فلا، دلوقتي انا الشغل بايدي وطريق باين معروف، يعني ان انا ابدا اول حاجه اروح اجيب الكلمات واحفظ الكلمات زي شاطر وشطوره كده. انتوا والله العظيم عايزه اقول لكم على حاجه، صدقوني اول خطوه دايما بتكون اصعب خطوه فعلا، اصعب خطوه في اي حاجه. انتوا دلوقتي ما خدتوش خطوه في الانجليزي، كاشين منها كده، عاملين سد ما بينكم ما بين الانجليزي، خايفين منها، مرعوبين منها، ودايما شايلين همها. طب ليه؟ ما ابدا الموضوع دلوقتي احل المشكله واعالج الموضوع ده. انا دلوقتي في اجازه وفاضيه، فاشوف ايه مشكلتي مع مواد واحلها. تمام. فاوعوا تسيبوا الموضوع اكتر من كده. وعايزه اقول كمان اغلب مشاكلكم ده عشان انتوا كنتوا بتراكموا، يعني بجد فعلا انتوا لو كنتوا بتراكموا في اولى وفي تانية، كنتوا اللي هو ايه، ليله الامتحان كده يلا اديني اي حاجه ايه انجح بيها. تمام. فده مشكله، انت عايز دلوقتي تتاسس، دلوقتي انت بتصيح علشان عايز تتاسس في الانجليزي، لان حضرتك وحضرتك كنتوا بتراكموا في اولى وفي تانية، ما كنتوش بتحفظوا كلمات، كنتوا بتعدوا جرامر بتفوتوه، او مش مهتمين بيه قوي، اللي هو انا عايزه اقفل الماده، فاهمين؟ فده مشكله بتجر مشكله بتكبر مشكله، يعني الموضوع بيكبر. فدلوقتي الحل دلوقتي بايديكم. عايزه اقول لكم الموضوع مش صعب، بس اول خطوه صعبه. تمام. اول خطوه ان انتوا تبداوا في اول ماده، يعني تبداوا تحطوا رجليكم في اول نقطه، ابدا اجيب الكلمات واحفظ، احفظ كلمات كل يوم 15 كلمه، كل يوم 20 كلمه، كل يوم 30 كلمه. ايه المشكله؟ ما انا ورايا ايه؟ تمام. فاللي عايز يعمل حاجه هيعملها. تمام مبدئيا كده. بس فعلا لو عندك مشكله في الانجليزي كبيره، فابدا حلها من دلوقتي، مفيش وقت تاني. عايزه اقول لكم برده السنه طويله ان انتوا تحلوا وتمرنوا نفسكم، يعني سنه طويله جدا ان انا اقعد احل. لو انا عندي مشكله في القطع اقعد احل كل يوم قطعه، حرفيا انت لو كل يوم حليت كل يوم قطعه. انا على فكره كنت بعمل كده، يعني كنت بعمل كده في تانية ثانوي، كنت بعمل كده في عربي وانجليزي. يعني انا عربي حرفيا كنت انا في اولى ثانوي كنت تقريبا بحل سؤال واحد صح. تمام. بجد فعلا في العربي دلوقتي اتحسنت بكتير بكتير. فطالما انت بتحل كتير وبتمرن نفسك كتير، فاضمن لك الدرجه النهائيه باذن الله. تمام. فهو التمرين، هو القطعه والترجمه الايساي بصوا، محتاج ان انت تبقى حافظ كلمات وعارف تكوين الجمله. وجزئيه التكوين الجمله دي انا ان شاء الله هعملها فيديو بعد العيد ان شاء الله، عايزاكم تعيطوا براحتكم. ماشي. وهعملها ان شاء الله بعد العيد، هعملها على جزئين مثلا او 3 اجزاء عشان موضوع كبير يعني. فهقول لكم ازاي نكون جمله صح في الانجليزي بكل بساطه ب10 دقائق بس. تمام. فبالنسبه لموضوع الايساي خلاص منهي. تمام. محتاج بس انت تدرب نفسك طول السنه بقى في ثالثه ان شاء الله، كل ما تخلص يونت حل الايساي بتاعه ووريه للمستر بتاعك وخليه يعلمهولك. تمام. ويطلع لك الاخطاء في الكلمات، وما تغشش، ما تجيبش ايساي من بره ولو تنقل كوبي بس، ده كده مش، انت كده مش بتتعلم، يعني انت كده بتعمل ايه؟ انت بتغش نفسك وبتغشش المستر، فملاش لازمه، يعني احسن لك ما تعملش احسن. بالنسبه بقى للقطع، انت كده كده في ثالثه ثانوي لازم تاخد لك كل يوم قطعه، لو انت عايز تتحسن في القطع بجد، واللي هو مثلا تقفلها باذن الله، كل يوم قطعه. تمام. يعني عايز تبدا دلوقتي من اجازه، ابدا عادي حل. هتقولي اجيب قطعه منين؟ عندك كتاب اولى، كتاب تانية، المحاضرات اللي ورا فيها قطع كتير. في التستات نفسها. لو كتبت على اليوتيوب بس لازم تشوف اجابات بتاعتهم، لازم يكون ليهم اجابه، ما تحلش وما لهمش اجابه كده ملهاش لازمه، بتضيع وقت على الفاضي. فلازم احل ويكون ليها اجابه. تمام. بالنسبه للقطع خلاص انتهت، خلاص انا هحفظ كلمات وهحل كل يوم قطعه، كده هتحسن ان شاء الله. طيب بالنسبه لايه تاني؟ الترجمه، زي ما قلت لكم الترجمه برضو مبنيه على الكلمات، فانا احفظ كلمات كتير هلاقي نفسي كويسه في الترجمه. وكل ما احل سؤال ترجمه احله صح او غلط ايا كان، اخد الكلمات اللي انا مش عارفاها منه. انا بعمل كده، يعني بعمل كده من اولى. كل ما الاقي كلمه مش عارفاها، بيتكلم مثلا كلمه
اقتصاد، ارهاب، سياسه، ثوره، الحاجات دي تمام. الحاجات اللي هي عاميه دي بتيجي كتير. خلص السؤال واشوف اجابتي سواء كان صح او غلط، اطلع الكلمات اللي انا مش عارفاها واكتبها في كشكول بره واحفظهم، واحفظ الكلمات اللي بتيجي في الترجمه لانها بتتكرر كتير. بالنسبه بقى للجرامر، الجرامر ليه مشكله كبيره برضو. يعني الجرامر يعني مهم جدا في الانجليزي، كل فرع مهم جدا في الانجليش. بصوا بقى، الجرامر اغلبه ازمنه، تمام، هو اغلبه ازمنه يعني. فانا لازم اكون عارفه الازمنه البسيطه خالص، اعرف الاساسيات خالص في الجرامر. مضارع بسيط، مضارع تام، مضارع مستمر، ماضي بسيط، ماضي تام، ماضي مستمر، مستقبل بسيط، مستقبل مستمر، والاشكال المستقبل البسيط عادي اللي هو ويل ومصدر وجوينج تو. اعرف الكلمه امتى احط لها وامتى احط لها وامتى احط لها زي. ده كان في يونت 5 في اولى ثانوي. اعرف السؤال المزيل، تمام، اذاكر درس السؤال المزيل ده تاني هيتعاد اكيد في ثالثه. اعرف الصفات والحال، اعرف الفرق ازاي ما بين صفه وما بين حال، واعرف الصفات الطويله والقصيره، واعرف المقارنه، واعرف صفه التفضيل. كل ده اساسيات، كل ده اساسيات. شوف انت الدرس ده انت خدته من امتى؟ انت خدته من ثالثه اعدادي ولا من ثانيه اعدادي، فكله عمال يعيد بعضه، كله عمال يتكرر. فهتقولي طب ايه لازمتها؟ ما هو كله كده كده متكرر في ثالثه، ليه اذاكر دلوقتي ما دام كده كده هيتعاد في ثالثه؟ هقول لكم بقى، علشان انتوا لو ذاكرتوها دلوقتي هتوفروا على وقت، او توفروا وقت كبير جدا 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 في ثالثه. ان انتوا مش هتقعدوا بدل ما تذاكروا 4 ساعات انجليزي هتذاكروا مثلا 3 ساعات، هتذاكروا مثلا ساعتين. فالوقت اللي انتوا يعني وفرتوا منه ده هتذاكروه في ماده تانية اولى بقى بالوقت ده فعلا، زي مثلا الفيزياء، تحلوا اسئله، تحلوا اسئله في الكيمياء، تحفظوا حاجات في الاحياء، فاهمين؟ كده كده هيعود عليكم، يعني كده كده بنفع ان شاء الله، فاهمين؟ فايه المشكله لما ابدا من دلوقتي؟ بالذات لو انا واحد كنت مهمل في اولى وفي تانية وما كنتش بذاكر الحاجات دي، فاخد وقت عقبال ما استوعب الحاجات دي. فانا شايفه ان هو الصراحه نبدا من دلوقتي حلو جدا يعني، بالذات لو انا ما كنتش بذاكر جرامر قبل كده او كان واقع مني حاجات كتير. الازمنه اللي هي مضارع بسيط واشكاله كلها، والمستقبل والمضارع التام، واعرف امتى الجمله دي مبنيه لمعلوم وامتى مبنيه لمجهول. اعرف الحاجات دي كلها ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديوهات جديده ان شاء الله بعد العيد على طول برضو. انزل لكم فيديوهات او في العيد، انا هصورها في العيد تمام، وهنزلها لكم بقى بعد العيد عشان ما حدش يشتمني. ماشي، فانا ان شاء الله هعملها وهشرح لكم كل الازمنه باختصار خالص، واراجع معاكم على دروس اولى وثانيه. انا دلوقتي عماله اراجع على ايه اللي هي الحاجات العاميه، يعني مثلا الفرق ما بين كلمه افري داي وافري داي دي، ابديت وابجريد مثلا، الحاجات اللي هي بتقابلنا العاديه اللي هي الكلمات. بس لسه ما اشتغلتش في الجرامر، فهبدا بقى ان شاء الله اشتغل في الجرامر تمام. ذاكروا برضو معايا ولموا الدنيا كده، وافتحوا الكتب بتاع اولى وثانيه وذاكروا الدروس تمام. اصلا انا هو دلوقتي في الكام دقيقه دول انا فنطت لكم الانجليزي وقلت لكم على كل مشكله وكل حلها، وناقص بقى ان نبدا نشتغل تمام. فبجد الموضوع سهل جدا، بس هو ناقص ان انا ابدا اشتغل زي ما قلت لكم. ابدا في البدايه، اول خطوه هتبقى صعبه شويه، بس بعد كده هتجر خطوه بعديها وخطوه بعديها، هتلاقوا الدنيا موضوع سهل. انت بقى هتحبوا الانجليزي بجد لو انتوا عملتوا ده كله ولقيتوا فعلا نفسكم بتتطوروا. طول ما انتوا بتتطوروا في الحاجه هتحبوا الموضوع، حتى مش لازم اكون وصلت للليفل الاعلى حاجه او اعلى ليفل، المهم ان انا بتطور في الموضوع ده. طالما بتطور فيه فخلاص، مش مهم بقى اي حاجه تانية، المهم ان انا بعمل اللي عليا وبتحسن وبتطور. بس انا اسفه انا طولت عليكم وخلاص كده الفيديو خلص. بس والله كنت قصدي بس ان انا عايزه يعني اشجعكم، وعايزه اخليكم فعلا تاخدوا الخطوه بجد فعلا، واكون سبب حتى لو 1% خد الخطوه في الانجليزي وبدا تمام. مش معنى بقول لكم الكلام ده يبقى انا بقى بيرفكت في الانجليش وبحبها جدا. عايزه اقول لكم اصلا ان انا كنت بكرهها في الانجليزي في ثالثه اعدادي، يعني في المرحله الاعداديه ذات نفسها ما كنتش بحبها، ولا كنت بذاكرها كتير، ولا كنت بذاكر بقى حاجات من بره والكلام ده كله. لا لا، انا كنت بحفظ اللي عليا وخلاص، يعني بذاكر اللي عليا وخلاص. هو ده طبعا المطلوب برضو في ثانوي، يعني مش محتاج ان انت تذاكر بقى من المريخ والحاجات دي كلها، لا مش من الدرجات دي. بس يعني في حاجه اسمها ان انا احل كتير، في حاجه اسمها ان انا كل ما قابلني كلمه مش عارفاها اذاكرها، ما اكبرش دماغي منها، يعني افتح مخي شويه، مش كل حاجه منهج من جوه وخلاص، فاهمين؟ فما كنتش بعمل كده في اعدادي، هو ما كانش مطلوب مني برضو كده، بس كنت دايما بحس ان انا فعلا مش شاطره فيها، مع اني كنت بذاكر عادي، يعني انا كنت متاسسه وكنت عادي يعني مستواي كان عادي، بس كان مجرد احساس مش عارفه يعني لحد دلوقتي ليه. بس فعلا لما لقيت نفسي بتطور فيها اكتر، يعني مثلا القطعه بحلها كويس، الترجمه، الكلمات مثلا، بقيت بفهم فيها شويه، فبقيت بقى عندي ثقه في نفسي شويه في الانجليش. يعني والله عايزه اقول لكم ان انا كنت واحده ما بحبش انجليزي خالص، ولا كنت بذاكرها
لا كنت بذاكرها بس مش بذاكرها بحب بقى، فاهمين؟ كنت بميل اكتر المواد العلميه والرياضيه يعني وكده. ده كله اتحسن لما انا فعلا بدات اخد الخطوه فعلا وابدا اذاكر انجليزي، وبدات اشد في نفسي فيه واركز فيه، وان انا عايزه اجيب، وعايزه حتى مش بعيدا عن ماده ولغه، انا عايزه اكون فاهمه انجليزي، انتوا فاهمين؟ فوالله شاهد في الكلام ان فعلا لو انتوا خدتوا الخطوه لو انتوا شايفين بنفسكم ان انتوا بتتطوروا في الحاجه دي هتحبوها على طول، تمام؟ بس انتوا مش حابينها علشان انتوا لسه ما بداتوش فيها ودايما شايفينها صعبه، وحقكم تمام لاني ما بداتش فيها فطبيعي شايفها صعبه. بس يعني ابدا بقى اخد الخطوه لاني خلاص مفيش وقت تاني، انتوا خلاص انتوا جايين بقى اللي هو ثالثه ثانوي، خلاص انتوا لو هتعدوا ثالثه ثانوي هتذاكروها امتى؟ خلاص فاهمين؟ فبلاش. ونصيحه مني برضو، اوعوا والله لو هتراكموا مواد كلها راكموا الا الانجليزي، الا الانجليزي، حذاري تراكموا الانجليش، اوعوا تراكموا الانجليزي والعربي. بصوا والله العربي ممكن يتلم برضو تمام، يعني العربي ممكن لو لميتوه ومدرس شاطر ممكن تقفله كمان، فاهمين؟ فيزياء كيمياء والله كل ده ينفع. يعني فيزياء لو انت يعني الدنيا زنقت معاك قوي وراكمت، هو اسبوع كامل كده ذاكرت كل يوم درس او كل يوم درسين مثلا، مثلا يعني تمام. انا بتكلم على تانية واولى، ما اعرفش بقى منهج في تالتة عامل ازاي، اللي يعني اكيد مش هيتلم في اسبوع، بس بتكلم يعني لو مثلا اولى وتانية كان ممكن تلمه وتقفل كمان، لان يعني اسئله مش بتيجي يعني من بره قوي، يعني هي بتكون محدوده، انت عارف كل افكار وفهمتها خلاص، وفهمت الدروس وانت قاعد مركز على ماده واحده بس طول الاسبوع فهتقفلها. لكن الانجليزي لا، الانجليزي لغه تراكميه محتاجه حل كتير، ومش يوم واحد هو اللي هيفرق معاك، مش يوم وليله، لا مش يوم وليله. انا مثلا بكره امتحاني مش معنى كده ان انا اصلا انا فعلا كده، انا مثلا ليله الامتحان بقى مش عارفه اذاكر ايه، اللي هو يعني مذاكرتي اصلا ليله الامتحان او حلي الكويس ليله يوم الامتحان يعني معتمد على الحل طول السنه، معتمد على مذاكرتي طول السنه، مش طول السنه، طول حياتي، فاهمين؟ فعايزه اقول لكم ان اللغه دي لغه تراكميه، الانجليزي بالذات تراكمي، ومش سهل ان انا المه في يعني في شهر كده او يوم وليله، لا محتاج مذاكره اول باول، واحل اول باول. حلك طول السنه هو ده اللي هيفرق معاك ليله الامتحان او الامتحان بتاع اخر السنه. مش معناه ان انا احل كتير ليله الامتحان واكدس على نفسي واحفظ كلمات كتير، لا، هو بالحل طول السنه وخبرتي في الانجليزي عامله ازاي. لان دايما امتحانات الانجليزي مش بتيجي بالنص، يعني انا مش معنى ان انا ذاكرت الفلاني الاقيه على طول، مش شرط، ممكن يسالني في حاجه تانية انا عارفاها او انا خدتها قبل كده او حاجه انا ما خدتهاش، فاهمين؟ فعايز اقول لكم ان الانجليزي مش بيتلم في يوم وليله، مش هكون شاطره فيه في يوم وليله ولا شهرين ولا شهر، لا هو محتاج ممارسه كتير جدا جدا جدا، ومحتاج مجهود كبير جدا جدا جدا. ومش معنى انا بقول كده يبقى انا وصلت، لا انا بحاول زيكم والله فعلا، وفاتحه المحتوى ده علشان احسن من نفسي في الانجليش بالتحديد، لان فعلا الانجليزي بحس دايما ان انا مش احسن حاجه فيه، واحسن برضو معاكم. يعني انا بديكم معلومه وبتقنها، طبعا لازم اتقنها عشان اقولها لكم، وفي نفس الوقت برضو بفيدكم، يعني انتوا بتستفادوا وانا بستفاد، يعني باكد على معلومه اكتر وبحفظها، تمام؟ فالموضوع اليوتيوب ده بالنسبه لي افاده ليا وليكم الصراحه يعني. بس عايز اقول لكم ان مش بالسهوله كده ان الانجليزي تكونوا شطار فيه، تمام؟ محتاج وقت كبير وصبر، اهم حاجه بيشن، يعني بي بيشن كونوا صبورين فعلا، ما ازهقش، ما تعبش، تمام؟ لو تعبت افتكر ان انا عايزه فعلا اوصل للحاجه الفلانيه فما ازهقش منها، لان انا فعلا عاوزه اوصل لها، تمام؟ فافتكروا دايما حلمكم ان انتوا عايزين تكونوا مثلا طب او هندسه، ايا كانت الكليه اللي انتوا عايزينها، ان شاء الله كلنا نوصل للي احنا عايزينه. بس عايزه اقول لكم برده في الانجليش خلي بالكم من الانجليزي، اوعوا تركنوه، اوعوا تقولوا دي ماده يعني مش مهم، انا شاطر في كل المواد ما عدا الماده دي يعني مش هتاثر، لا ممكن تاثر، ممكن تفرقك من كليه لكليه، ممكن من محافظه لمحافظه، فخلي بالكم، تمام؟ بالذات كمان لو انت عايز تدخل كليه طبيه فالانجليش موجود فيه، فكده وراك يعني وليه ابقى عايشه في حياتي ماده دايما رعباني، كل ما اسمع سيرتها اكش كده واخاف واقول ياه انجليزي مش عارفه ايه؟ طب ليه ما احل الموضوع دلوقتي؟ انا دلوقتي في اجازه ورايا ايه؟ احل الموضوع، اشوف ايه مشكلتي وابدا فيها واخد الخطوه. وصدقوني والله بجد اول ما تاخدوا الخطوه فعلا هتلاقوا الموضوع سهل جدا وعندكم شغف. وانا ما بتضايقش لما انا اغلط، عادي، ايه المشكله لما اغلط؟ مالكيش دعوه ده عامل ايه في انجليزي، ده عامل ايه في انجليزي، واقعد احبط واتضايق. كل واحد يركز على نفسه، انا مالي بغيري، تمام؟ ما هو ممكن يكون ده شاطر في الماده الفلانيه بس مش شاطر في الماده الفلانيه اللي انا شاطره فيها، فاهمين؟ فماده تشيل ماده، طب
برضو مش مهم، يعني انا مهم اركز على نفسي. انا عايزه اكون متقنه الماده دي، او انا عايزه اكون شاطره في الماده دي، فاركز على نفسي اكتر واشوف ايه المشاكل اللي بتواجهني انا واحلها باسلوبي انا، وادور على طرق والحلول كتير، واجرب بقى مع نفسي، فاهمين؟ فما ازهقش واقعد اقول انا عندي مشكله انا مش عارفه ايه. كلنا عندنا مشاكل، بس لازم ندور على الحل ليها. ما اقعدش ساكته كده واقعد اصيح كتير. الصياح كتير ملوش لازمه، عشان انتوا تقعدوا تصيحوا كتير. بجد والله العظيم انا ممكن ما صحش، انا عمري ما بصيح، وعمري حرفيا بكره الناس اللي بتصيح اصلا يعني. فانا ممكن اقعد اعيط مع نفسي احسن ان انا اصيح واقعد اتكلم كتير، بجد فعلا. ف أنا اسفه بجد ان انا طولت عليكم، عارفه انا طولت جدا، بس عايزه اساعدكم فعلا. واخر كلام عندي، ابداوا، بس ستارت، ابدا واشتغل، وسيب بقى على ربنا، وخليك صبور وانت بتعمل الحاجه. وخليك فعلا انت عايز تعمل الحاجه دي، انت مش بتعمل الحاجه دي عشان مطلوبه منك او انت مجبر عليها، او علشان يعني كلنا بنقول لك اعملها. لا، هو انت فعلا مش عايز تتحسن في الانجليزي؟ كلنا اكيد نفسنا نتحسن في الانجليزي، كلنا نفسنا نتكلم انجليش من غير ما نقعد نفكر ونقعد نقول هحط ايز ولا ار، احط ولا انتوا فاهمين؟ فكلنا نفسنا كده طبعا. فده بيجي بسهوله كده؟ اكيد لا، محتاج مجهود وصبر وعمل كتير ومذاكره كتير. وعايزه اقول لكم مش معنى كده ان انتم متاخرين لو انتوا تبداوا من دلوقتي، لا، لسه قدامك وقت طويل، سنه كامله كافيه انها تخليك تلم وتراجع وتذاكر. وبس ابدا، بس ابدا فعلا. تمام. فانا اسفه بجد انا طولت عليكم جدا. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس علشان ما انزل اي فيديو جديد تاني يوصلكم اشعارات. واشوفكم في فيديوهات تانية جديده. سلام.